تعرف إن أكتر 3 أشخاص محميين في العالم مش بينهم الرئيس الأمريكي؟ أيوة، تالت شخص بيتمتع بأعلى حماية على مستوى العالم هو بابا الفاتيكان. بيعيش بابا الفاتيكان في أكتر بلد محصنة أمنيا على مستوى العالم، وهي الفاتيكان اللي بتكون بالقرب من روما. بس ده ما كانش كفاية، انتقال البابا في المدينة بيكون عن طريق سيارات مدرعة، وبيرافق البابا طول الوقت حراس من نخبة الجنود السويسريين السابقين. أما رقم 2 واللي أنا عن نفسي كنت متخيلاه هيكون الأكتر حماية على الإطلاق فهو فلاديمير بوتين. الرئيس الروسي محمي من وكالة الحماية الفيدرالية الروسية. بتتكون الوكالة دي من صفوة عملاء المخابرات الروسية والاف اس بي، وكده كده معتقدش يعني ان في حد ممكن يفكر يستهدف بوتين. اما اكتر حد حماية على الاطلاق هو الرئيس الكوري. بيتم تخصيص 20 مليون دولار سنويا لحماية الرئيس الكوري، مخصص لحمايته 100 ألف جندي من الجيش الكوري بيرأسهم هو شخصيا. بينتقل بسيارة مدرعة اتصنعت مخصوص عشانه. بيقال انه بينام كل يوم في قصر مختلف. وبس كده، ما تنساش الفولو والاشتراك.